جيسبر كو فوز الي بيان ولا سافا الحمد لله. جيت ما جيتش بيديا فارغين، جيتكم بوصفه كيكه الليمون المنعشه. شوفوا البنات، هذه الوصفه كل ما نديرها مزروبه ونقول نصورها لكم ونتزرب ما نقدرش نصور. سيت فوسي زاده درتها في زربه، عندي حكايه زربه مع هاد لا غوسيت، مي قلت والله نصورها اللي بغى بشويه بشويه ونلملا فيديو ونحطها لكم باسكو تستاهل. درتها نهار جاوني صحاباتي وكامل هبلوا عليها وكامل اللي يطلبوا في الوصفه، وقلت لهم راح نحطها لكم ان شاء الله في العشاء. دونك تبعوا معايا الطريقه حبيباتي. اول ما قلنا نحطوا 4 بيض. هذه الكيكه بالنسبه للكيكه نحطوا 4 بيض. الكيله تاعنا راح تكون بالبو تاع الياغورت هذا. انا استعملت لا مارك ممزوج، نتوما ممزوج تاع الصومام، نتوما استعملوا لا مارك اللي تحبوه، المهم تكون لوغو تاع السيترون. 2 بو تاع ياغورت سيترون، 2 بو تاع سكر كريستاليزي. نخلط مليح الخليط مع بعض حتى ينسجموا كل المكونات مع بعض. من بعد راح نزيدوا 2 بو تاع الزيت، فوالا فوالا. نزيد نخلطوا الخليط مع بعض. انا كل ما نحط انغريديون نخلط مليح هكذا باش نضمن انه كل المكونات منسجمه مع بعض. من بعد راح نحطوا 2 بو تاع لا فارين. لا فارين هنا سي با اوبليجي تنخلوها ولا تصيروها، سما انا حطيتها هكذا وطلعت ما شاء الله وجات خفيفه تهبل. 2 بو قلنا. ومن بعد نحطوا خميره كيميائيه، انا نسيتها ومن بعد فكرت هنايا ما حطيتش الخميره، هي ديما نحطوها مع لا فارين. 1 كيس تاع خميره كيميائيه. نخلطوا مليح 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 ونحكموا ليمونه تكون صفر الله الله، ونديروا البشور تاعها، نديروا مبشور الليمون فوقها. نخلطوا كامل لي زانغريديون. تجيبي مول سيدتي يكون فارغ في النص وتحطي المول هذاك اللي يكون فارغ في النص، بهذاك الفارغ اللي في النص راح نعمروه لا كريم. تدهنيه بالزبده وتزيد ترشي عليه الله الله لا فارين، وتحطي الكيك تاعك. تكوني سخنتي ديجا الفوق تاعك على 180 درجه من قبل بنص ساعه ولا لي طون انت ديري فيها. سخني شعلي اول حاجه الفوق تاعك ونحطوها طيب وعينك عليها وانت ديري في لاكريم. بالنسبه للاكريم نحتاجو 3 صفار بيض، 6 مغارف كبار سكر رطب سكر غلاس، 3 مغارف كبار نشا، وعصير 3 حبات ليمون، وما ننساوش نص لتر تاع حليب. فوالا. واللي يحب يزيد يحط فيه مبشور ليمون يحط، انا ما حطيتش باسكو زينت به في الاخر. فوق النار سيداتي حطيهم في كاسرول فوق النار وحركي حركي ما تنحيش يدك. خلاص كي يتقل لنا شويه نحطوه فوق الكيك تاعنا ونزينوه بالطريقه اللي تحبوها نتوما. انا كنت مزروبه بواش كان عندي في الدار زينت جوست بالسيترون. جربوا هاي البنات، هاد الكيكه الهبال تاع الدنيا. جربوا حطوها تبرد قبل ما تاكلوها، حطوها تبرد في الفريجيدير. جربوها خليوا لي رايكم هنايا ولا بعثوا لي تجاربكم كيما العاده. وتاني قولوا لي اذا تحبوا دي ريسيت تاع سيترون في تشيز كيك في لي كيك في اي حاجه او نو، مادام السيترون متوفر وبسعر قليل نبروفيتيو منه. انا نقول لكم بقاو على خير، سلام.